السلام عليكم يا شباب. في الفيديو ده سوداني بيحاول يوصل صوته للجهات المعنية عشان يحل له مشكلته اللي هي انه كان في مصر من 2018 مقيم هناك باولاده، وجاه عقد للامارات، سافر الامارات واشتغل هناك، ولما حب يرجع مصر لاولاده قدم على التأشيرة المصرية وادوه مواعيد وكل حاجة، لكن للأسف الشديد لما وصل السفارة الموظفة قالت له تأشيرتك مرفوضة لأسباب وظيفية ما وظيفية. المهم كلام كده غريب، وطبعا هو ما عارف يعمل شنو وحاول يقنعها بكل الطرق لكن بدون اي فائده. فطلع لنا بالفيديو ده وعاوز يوصل صوته وعسى ولعل يلقى حل. يلا يا شباب نسمع قال شنو ونسمع القصه منه هو شخصيا. يلا يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أشرف فتح الرحمن. عايش في مصر من 2018. نعم. طلعت منها السنة اللي فاتت 2023 بعقد عمل للإمارات. بعد ما وصلت الإمارات ونزلت الشغل عرفت إنه التأشيرة لمصر لازم تاخد مواعيد على الإنترنت، فظبطت المواعيد على أساس إنه أنا أخد مواعيد مع الإجازة بتاعتي اللي هو شغلي أنا بيخلص هسه في شهر 6 ده وبنرجع تاني شهر 10 يعني. تمام. قدمت للتأشيرة عادي اوكي. واخدت مواعيد عادي. مهم. اليوم كانت المواعيد بتاعتي، مشيت قدمت الورق بتاعي والتذكرة بتاعت الطيران وكل شيء. أنا عندي زوجتي وأولادي كلهم في مصر. مهم. عندي ملوكة وماري مولودين في مصر، وشاهين الكبير اللي أنا دخلت بيه مصر عمره كان حوالي 2.5 يعني. تمام. قدمت الورق، اتفاجأت إنه الموظفة بتقول لي إنه التأشيرة مرفوضة عشان اسم الوظيفة بتاعتك ما موجود عندنا في السيستم. فيعني ما فهمت بالضبط يعني وين المشكلة في إنه اسم الوظيفة بتاعتي ما نازل في السيستم بتاع السفارة المصرية يعني. ف دي مشكلة كبيرة بالنسبة لي، واعتقد انه صوتي المفروض يوصل للقنصل المصري في دبي. لانه انا ما اقامة ذهبية اللي هو انا اتحرك بها طالع جاي، مع انه انا فنان. وان شاء الله يعني في يوم اخذ الاقامة الذهبية في الامارات واعرف يعني اتحرك بشكل كويس يعني. لكن الان انا عندي مشكلة حقيقية. انا عندي اطفالي لو عايزين جوازات اعمل لهم جوازات، كل شيء الكلام ده كله لازم انا اللي اعمل. تمام. وما عندي حاجة تانية اعملها، لانه الموظفة بقول لها الحل، طيب بتقول لي غير وظيفتك. كيف اغير وظيفتي؟ كيف انا امشي اكنسل اقامة واكنسل شغل مع شركة، تمام، عشان امشي افتش شركة تانية عشان اعمل معاها عقد تاني عشان تعمل لي اقامة تاني؟ يعني انا ممكن مثلا احتاج سنة تانية عشان افتش والقى شغل تاني، او يعني ما منطقي الكلام. طبعا ما منطقي خالص انه يكون الاسم الوظيفي هو سبب بتاع يعني انه ما يدوني تأشيرة عشان انزل اشوف اولادي يعني. فالحل الوحيد لقيته انه انا اقدم يعني الموضوع ده كفيديو، واتمنى انه يعني اكيد ما في انسان نفسه يكون في وضعي يعني، او في الوضع اللي انا فيه، لانه انا عندي اطفال. واعتقد الصوت ممكن يوصل بصوت الناس يعني. الحرب قهرتنا، ما بقى عندنا ارض، وهسه نحن بنتفرق لاسباب تافهه يعني. فاتمنى صوتي يوصل يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا عزيزي المشاهد، زي ما سمعت دي الرسالة بتاعته، كلامه كان واضح، وانه يعني ما قدر ياخذ تأشيرة عشان يمشي يشوف اولاده. طيب انا في حاجة هنا بس متلخبط فيها، يعني هو ما قادر يشوف اولاده. طيب عادي ممكن انت ترسل لهم يجي الامارات برضه حل، لكن كمان الحاجة الثانية انهم ما عندهم جوازات وما في زول تاني بيطلع لهم الجوازات، يعني الا هو، يعني هو لازم يمشي مصر عشان يطلع الجوازات او يعمل لهم اجراءاتهم، حتى بعدين يفكر انه يطلعهم من مصر يوديهم الامارات او يكونوا موجودين. ده واحد. الحاجه الثانيه، انت اصلا غلطان من اول، يعني المفروض يكون عندك اقامه في مصر اول شيء، بعدين عشان تقدر تمشي وتجي، يعني اقل شيء تعمل اقامه في مصر. ما اعرف اقامتهم كم، 6 شهور ولا كم، ما عارف. تاخذ اقامتك تمشي وتجي. ده برضه حل. والحاجه الثالثه برضه انك كيف تقول ما عندنا ارض وما عندنا، يعني حسستنا كانه خلاص
ما في اي ارض، السودان ده ما قاعد يعني، وين المشكله يعني؟ كيف تقول ما في ارض؟ المهم يا عزيزي المشاهد، دي كانت رساله الاخ ده للجهات المعنيه، يعني هو بيتمنى انها تصل، وان شاء الله تصل. انت رايك شنو في الكلام ده؟ اكتب لي في الكومنتات، هل هو معه حق ولا يتصرف يعمل شنو؟ كل شيء اكتب لي في الكومنتات، وما تنسى تدعم الفيديو بلايك وتكتر الشير عشان يصل لغيرك. تمام. سلام عليكم.